السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من جديد، معكم ألكسندر، واليوم مراجعتنا اخوان عن كيبورد الميكانيكي من لوجيتك جي 715. اخوان راح نسوي انبوكسنج مع بعض ونشوف هلا الأسطورة الجديدة اخوان. طبعا كيبورد وايرلس اخوان، وراح نشوف المراجعة ونعطيكم رأينا عن المنتج. هاي أوراق اخوان، ونطالع الوحش هيك سوا اخوان. يعني وبنطالع الاسفنجة كمان. اوكي طبعا قلبي فاضي هلا، ما بعرف شيء بنشكل القلب ونحطه على جنب. طبعا اخوان كيبورد قديم من ريزر، النسخة القديمة كويس كان، بس مو يعني مو هالسوبر ميكانيكي. اول شي بنشوف القطعة الاسفنجية اللي تجي معاه اللي بتساعد بالرياحة. اخوان ليكم شايفينها طريقة، يعني وضع الكيبورد هيك وبتضغط بنجي على الكيبورد اخوان. نفتح الكيبورد هيك. اوه ماي جاد، وهذا هو الكيبورد. طبعا اخوان هلا بتشغله اللي هو ثلاث شو اسمه، تقدر ترفعه هيك مستويات رفع، ماشي. تقدر تسكر هذا وبترفعه بالاخير هيك. طبعا هون قطعة الوايرلس اللي بتوصل على البي سي، بس نحن ما راح نوصل، بس راح نجرب القطعة بس حاليا. طبعا كبسة التشغيل هاي يا اخوان، بتكبسها بيشتغل هيك. تمام اخوان، في معها بتجي القطعة هاي اللي بتنشال طبعا، تمام، وبتقدر تخليها ليك تنشال، ماشي. بتقدر ترجعها وتركبها وتستلم. رح احاول اطفي لكم ضوء وشوف الاعدادات الاضوية وكل شيء عن المراجعة. طبعا اول شيء راح يكون المراجعة. اخوان هاي طبعا بعد المراجعة طبعا RGB هاردوير، بتنزل برنامج لوجيتكس وتبلش تقدر تلعب بالالوان كلياتها. طبعا له شريط RGB بهذا الشكل هذا اخوان ليكم شايفينه. طبعا وايرلس اخوان، كيبورد حلو. هلا بنجرب الصوت اخوان وبنشوف كيف راح يكون الاداء. هذا الصوت. حلو نايس. طبعا اخوان بتقدر تخصص تلغي ازرار مثل زر الويندوز وزر الاف 1، مشان انه اذا كنت عم تلعب لعبه باي مود بتخصص الازرار اللي انت محتاجهم وبتلغي الازرار اللي انت محتاجهم. طبعا هاي مراجعتنا للقطعه. تقييمنا للقطعه اخوان، طبعا الشاشه الرئيسيه اخوان اللي عم بيطلع منها لايف. طبعا اخوان تقييمنا للقطعه من 10. كتجربه اوليه بعطيها 8/10، وعلى التجربة النهائية بنشوف بقى واحد مع الأيام. بس إذا جاي تستفسر إنه تنصحني إنه نشتري القطعة هاي ولا لا، إذا عندك الإمكانية تشتري قطعة مثل هالقطعة هاي، لأنه حقها غالية يا شباب. يعني سعرها بتفوت بين 180 لل 190 يورو تقريبا، إذا في تخفيضات تقريبا ب 160 170 يورو بتحصلها. بس إنه كويسة اللي عنده إمكانية. بيس، وكل حب واحترام للجميع، تحياتي لكم، نلتقي في فيديو جديد. بيس.